صباح النور حبيباتي، ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحة جيدة، واهم شيء تكونوا مهنيين. مرحبا بكم مجددا في قناتي في وصفة جديدة. الوصفة تاع اليوم عبارة عن طبق رئيسي رولي الدجاج، وصفة بزاف خفيفة وتوجد ثمثم. اول حاجة نبداو بها، عندي هنا زوج مغارف تاع بصل منابي، عندي زوج مغارف تاع لاشابلوغ، عندي بيضة، عندي زنجبيل، ملح وفلفل كحل، وعندي مغرفة تاع ماغارين، وعندي 600 غرام تاع بولي اشي. جيت درت لها شويه تاع الدبشه، كنت قطعتها بزاف صغيره. نجي نحط البصل ولي زيبيس ولا شابلوغ، ندخلهم في بعضهم بيان. هنا نعجن باسكو ميم يكون بولي اشي مرابي بالبزاف راح يبقى شويه شاد روحو، على ذيك نعجن به يجي يطلق روحو بيان. هنا عندي بيضه، البيضه مش راح نضيفها كامله، نبدا بالصفار ومن بعدين نبقى نزيد في البياض بشويه. انا استعملت الصفار كامل واستعملت نص البياض. نجي نضيف لها البنات ثاني نص مكعب جامبو، انا كنت نظفته وقيلا راح لي في المونتاج نورمالمون هكذا. نبدا كيما قلت لكم نعجن فيه بهذيك البيضه هنا حتى علي به من بعد كي نديرو يطيب يشد روحو. وبالمغرفه تاع الماغارين عفوا، راح تخليه يجي طري بالبزاف ومشمخ. نكمل نعجن كيما راكم تشوفوا حتى نستحلي كامل هذيك الماغارين لداخل. شوفوا هنا البنات كيفاش يجي القوام تاعو، يجي شويه مرخوف ماشي شاد روحو. بعدها نجيب هنايا بابي فيلم، نجي نطرحو فيه ونحاول نحلو كامل. تقدري تستعملي ثاني بابي كويسون. ندهن صباعي بالزيت ونجي نفتحو على السمك يكون رقيق بالبزاف، ما يفوتش 1 سنتيم. نحاول نحافظ على الشكل مستطيل، من بعد تجيني انبوده معدوله. بعدها نجيب فرماج رابي، راح نرشو على كامل المستطيل تاع الدجاج، ومن بعد نجي نحط فرماج مكعبات او اي فرماج يكون عندي. انا هنا استعملت فرماج شاف باسكو كيما تعرفوا البنات هو يجي شاد روحو، مام يدخل للفور ويذوب من بعد كي نخرج البوده نتاعي راح يعاود يشد روحو. كاين بعض لي مارك تاع الفرماج لا ذاب ما يعاودش يشد روحو يبقى هكذاك، على هذيك ننصحكم تستعملوا شاف في الرولي هذايا. نجي نبدا نرولي، كل ما نرولي البنات راني نضغط فيه باه نخرج كامل هذاك الهواء اللي داخل، وان بليس دو سا يجيني الرولي شاد روحو بيان. بعد ما كملت نعاود نغلق عليه بالبابي فيلم، ونجي ندير طبقه واحده اخرى من البابي فيلم ونزير عليه. هنا البنات كي نجي راح نسكر في الكوتي نضغط عليه بهذاك البودان كيما شفتوا كان طويل، بعد ما ضغطت عليه تقلص لي. نجيب هنا البابي الومنيوم نزيد نسكر عليه بالبابي الومنيوم بيان، ونغلق عليه على الجوانب، وكل ما نكون راح نغلق عليه نزيد نزير عليه بهذيك البوده تترولى لي بيان وتجيني كامل سوا سوا. انا ندير الطريقه تاع الحربوش باه تتعدلي متاكد بيان باللي راهي كامل سوا سوا. بالنسبه لطريقه الطهي، انا هنا جبت المول تاع الفور، نحط المول نحط عفوا البوده في المول ونجي نعمرو بما سخون، ما نعمروش حتى للفوق، نخلي حوالي سنتيم على لو مول. ندخلو الفور نخليه يطيب لي حوالي ساعه كامله على نار متوسطه في الرف الوسطاني. هنا البنات لازم ساعه كامله، ما تخافوش عليه ما يتحرق ما والو. بعد ما تمر 40 دقيقه نجي نبيكي هكذا باه نشوف اسكو طاب ولا طاب. هنا لقيتو مازال ما طابش. البنات ما تبيكيوش البوده تاعكم في الاول باسكو كان تبيكيه لا فابور هذيك كامل راح تخرج لبرا وما يجينيش هشيش، راح يجيني يابس. على ذيك بعد ما تمر 40 دقيقه كامله بيكيه باش تاكدي اسكو دخلوا طياب ولا مازال. نجو هنا لاصوص بلونش تاعنا واش نحتاج فيها. عندي زوج مغارف تاع الزبده، عندي زوج مغارف تاع الزيت، راح نحط فيهم زوج سنينات تاع الثوم وربع حبه تاع البصل تكون مرابيه بزاف رقيقه. نجي نحط عليهم الشامبينيون ونخلي البصل تاعي طيب. ندير لها شويه تاع الملح شويه فلفل الكحل. هنا البنات نديرو غير شويه ملح باه من بعد حنزيدو الجامبو ما تجيناش بزاف مالحه. نجي نضيف مغرفه كيما شفتوا ماشي بومبي، مغرفه غير صغيره تاع لافارين، ونبقى نحرك حتى نطيب لي لافارين. بعدها ندير كاس تاع حليب ونبقى ثاني نحرك حتى نتعقد لي هاد لاصوص. بعد ما تعقد لي لاصوص نجي ندير لها كاس تاع الماء وفيه نص مكعب
مرق الدجاج ولا جامبو. نضيفو كامل. هنا البنات لاصوص بلونش تاعي لازم تجي خفيفه باسكو كل ما تريح راح تزيد تشد روحها. بعد ما بدات تعقد لي نجي نضيف لها مورفه فرماج اتارتيني، راح يزيد يعطيها ثاني بنه هايله. نخليها تغلي شويه ونطفي عليها النار. في هذا الوقت كان طاب لي الرولي تاعي، نجي نخرجو. شوف هذيك لاصوص البنات كان ديجا هذاك الماء اللي درتو كامل نشف لي، وخرجت لي هذيك البلاصه اللي بيكيت فيها البودان تاعي، خرجت لي شويه لاصوص. انا كنت قليت حبات تاع البطاطا نحطهم فيه، هذيك لاصوص يتشربوا لي بيان ونرجعهم للفور. ومن بعد نجي نقطع معاكم الرولي اللي درناه. شوف هنا البنات كيفاش طاب ويجي بزاف هشيش وبنين. نجي نحمرو بيان. المقله درت فيها مغرفه تاع زيت ومغرفه تاع السمن. المغرفه تاع الزبده راح تحمر لي هذا الرولي، والزيت ما يخليش الزبده تاعي تنشف وتتحرق. ندورو على كامل الجوانب، نحمرو بيان باسكو لا كولير تلعب دور. هنا البنات خلوه واحد 10 دقائق ربع ساعه يبرد ومن بعد قطعوه. انا هنا جيت قطعته هو سخون كيما راكم تشوفوا. نتوما خليوه يريح بهذاك الفرماج يرجع يشد روحه. هنا البنات بالنسبه للتقطيع ديروا كل دائره فيها حوالي 2 سنتيم. شوفوا كيفاش جا الرولي تاعنا محشي كامل بالفرماج. جات وصفه ما شاء الله خفيفه ظريفه ومبليس دو سا تجي بنينه بالبزاف، ما تحكملكش الوقت. ان شاء الله يا ربي تجربي الوصفه، ما تنساش تخلي جيم وتعليق، والى الملتقى ان شاء الله في فيديو جديد.